السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده جايه اوريكم فيه لبس العيد بتاع الولاد. انا جبت لبس العيد بدري قوي، وكل سنه تقريبا بعمل كده، لان انا مش بحب اضيع في رمضان وقت ان انا انزل والف على محلات او حتى يعني انا اصلا اول مره انزل اجيب لبس العيد من محلات. انا كل سنه لو انتم متابعيني انا بجيبه اونلاين، بس السنه دي الولاد قرروا ان هم اللي عايزين ينزلوا ويختاروا وينقوا ويقيسوا لوحدهم. كبروا بقى، فنزلنا السنه دي ما جبناش اونلاين، جبنا من المحلات. بس جبته بدري برضو زي كل سنه عشان ما ضيعش رمضان في اللف والمحلات والحاجات دي. وتاني حاجه الدنيا بتبقى زحمه جدا، وما بنعرفش يعني، وممكن ما نلاقيش مقاسات اللي هي المتاحه بسهوله. فانا كل سنه بريح دماغي وبجيب على طول بدري قوي، واخلص الموضوع بدري الحمد لله. فهوريكم لبس العيد بتاع الولاد السنه دي. قبل ما اوريكم اللبس عايزه اقول لكم بس ان كل اللبس ده الولاد هم اللي مختارينه، هم اللي اختاروه بنفسهم. كان في كومنت كان بيقول لي انت ليه كنت بتجيبي للبنات الحاجات مش بينك ومش الوان بينك، انت بتجيبي لهم اي الوان وخلاص. وانا ساعتها عملت لايف ورديت وقلت يا جماعه، انا مش بفرض الوان معينه على ولادي، كل واحد يختار اللون اللي هو عايزه. ما فيش حاجه اسمها الوان بناتي والوان ولادي، في مثلا شكل بناتي وفي شكل ولادي كمان. عشان كل واحد ليه شخصيته المختلفة وذوقه المختلف، ولازم احنا نحترم ده من صغرنا، من صغرهم، ونخلي لكل واحد يبقى له الستايل بتاعه او يعني الذوق بتاعه الخاص بيه. ومش ضروري عشان انا عندي بنتين توأم ان الاتنين يجيبوا زي بعض او الاتنين يلبسوا زي بعض. عادي يبقوا توأم وذوقهم مختلف او طريقتهم مختلفة. وده اللي هتشوفوه دلوقتي. انا نزلت مع عمر ولانا ولارا، كل واحد اختار اللبس اللي هو عايزه. لانا ولارا ما جابوش لبس زي بعض، هتشوفوا دلوقتي كل واحده اختارت ايه. فيا ريت نربي ولادنا على كده، ان من صغرهم يبقى لهم شخصيتهم المختلفه، الالوان اللي بيحبوها. مش لازم عشان بنت تلبس بينك والولد يلبس الوان، لا، هي الالوان كلها بتتلبس عادي، وكل واحد يختار اللي هو عايزه. المهم ان احنا ما بنلبس، الولاد ما يلبسوش حاجه بتاعت بنات، ولا البنات بتلبس حاجه بتاعت ولاد. لبس الولاد حاجه ولبس البنات حاجه تانية. مش عايزه اطول عليكم، وهبدا اوريكم اللبس على طول. فيلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه ده لبس عمر. وعمر هو اللي هيفتح اللبس ويوريه لكم. طلع، استني يا عمر، خلي الكوتشي في الاخر. ايوه الكوتش في الاخر. وطلع هدومك بقى. دي الهدوم دي عمر اختارها السنه دي، هو اللي كان عايز الستايل ده في اللبس. افتح يا بابا، يلا حبيبي. دلوقتي انا كنت عايز فيست من زمان فقررت اهو فيست. عمر كان عايز يلبس ده فيست الفيست. السنه دي. قال لي عايزين يا مامي اجيب فيست، فجبنا له فيست اسود، بس حلو جدا وخامته حلوه وطريه يعني، وفي نفس الوقت بيدفي. وانا جبت لبس العيد يا جماعه شتوي، لان الدنيا هتبقى برد. السنه اللي فاتت جبت خريفي، وكنا بالليل لما بننزل بنلبس جاكيت. فالسنه دي انا جبت شتوي، فهو جاب فيست اسود ومشط حلو قوي. طري وحلو. وده طبعا عليه وجاب عليه ده، لونه حلو قوي وشكله حلو عليه قوي. لونه جميل جدا. من قدام ده شكله من قدام. بصوا هو من اللي عارفين اللي هي بتبقى متبطنه مبطنه من جوه خفيف. كده، وفي نفس الوقت طريه. ايوه من ورا بقى وشكله من ورا، وريني يا عمر. وده شكله لايق من على ورا، ده جدا. وحلو جدا على الفيست طبعا، لان لونه حلو ولايق جدا على الفيست. الطقم كله على بعضه على عمر عليه، ان شاء الله تبقوا تشوفوه بقى في الفيديوهات للعيد. الطقم كله تحفه بصراحه. هقول لكم بقى خلي يا عمر التيشيرت مفتوح عشان اوريهم عليه البنطلون. دلوقتي عليه بقى البنطلون الجينز ده. البنطلون انا جايبه لهم من محل اسمه كيدز روز. روز كيدز. روز كيدز بس اهو. لا لا، هات يا عمر اهو. بصوا هو ده البنطلون. فرحانين جدا بلبس العيد السنه دي عشان هما اللي مختارين. بصوا يعني اخترنا رجلي واسعه. هو البنطلون كده، ده شكله من قدام، الستايل بتاعه حلو قوي. وده شكله من ورا. وفي جيوب كتير قوي. فالطقم على بعضه حلو جدا وشكله جميل حلو قوي على جداً. عمر. الكوتشي بقى احنا جايبين لعمر اكتف، كوتشي اكتف ولايق جدا احنا على كنا الطقم. مختارين كوتشي غير ده خالص، بس جالنا ده. جالنا ده عجب عمر اكتر. الكوتشيات يا جماعه انا جايباها اونلاين، ما جبناهاش من محلات، لان احنا يعني هنا ما فيش حد بيبيع. انا الكوتشيات بالذات بحب اجيبها لهم ماركات حلوه، عشان خاطر بتريح رجليهم وبتقعد معاهم ده وقت اطول. 37 ف لايق جدا على الطقم جدا يعني. بصوا حتى الأقدم ده لايق على التيشيرت قوي. فهو الكوتشي عاجبه والكحلي جدا. جاي على البنطلون فلايق جدا. فهو الطقم بتاع عمر، فده طقم عمر ده طقمي اهو، ده كامل كده على بعضه، فحلو جدا.
وده الطقم اهو. مش باين يا بابا كده، انت خدته بعيد اهو. ده التيشيرت اهو، تيشيرت على الفيست. انت عايز يعني اهو. ايوه عايزهم يدخلوا جوه بعض. اهو استنى، هو عمر عايز يوريه لكم تتخيلوه. ايوه تتخيلوا فيا بقى. في انا الإيد. طلعت لايف كتير فاكيد انتوا عارفين شكلي. اهو. يلا. اهو ده شكل الطقم على بعضه مع البنطلون والكوتشي. فده اول طقم عشان مش عايزين نطول. بصوا احنا هنعمل لكم تحدي، تخيلوني في الطقم ده ونبقى انا اوريه لكم يوم العيد باذن الله. فده طقم عمر خلاص كده، ده اول طقم عمر اختاره، واحلى حاجه فيهم ان هم اللي اختاروا. فاوريكم بقى الطقم اللي بعده. ده تاني طقم لانا. انا زي ما قلت لكم البنتين عندي ذوقهم مختلف. لانا بتحب الفساتين اكتر من البنطلونات او الشورتات. لارا بنتي العكس. فلانا يعني اول سنه السنه دي انزل انا والبنات نجيب هدوم ليهم. انا ما كنتش متخيله ان انا هنزل والف اللف ده. انا قعدت تقريبا حوالي ساعتين او اكتر من ساعتين بلف. باباهم يئس مني وراح قعد وسابنا، وانا برضو فضلت الف. بس انا على قد ما كنت تعبانه على قد كنت مبسوطه ان انا عندي بنات عندهم شخصيه، بيحاولوا ينقوا، بيدخلوا المحلات وبيبصوا بيشوفوا ايه اللي بيناسبهم وايه اللي ما بيناسبهمش. فانا ببقى مبسوطه لما بحس ان ولادي عندهم شخصيه الحمد لله، وان هم عندهم ذوقهم الخاص. فده طقم لانا هي اللي اختارته لوحدها بدون اي مساعده. انا كنت ماشيه وراها بجد، يعني انا الولاد كلهم انا اللي رايحه معاهم، مش هم اللي جايين معايا. فطقم لانا بقى. يلا يا لانا طلعي طقمك كده. حاضر. اول حاجه الكولون. طب هتوريهم اول حاجه الكولون؟ وريهم طب الفستان الاول. هاتي الكولون احطه على جنب. انا اهو ماشي، مش هسيب الكولون. اول حاجه الجاكيت. طب خدي الشنطه عندك وانا هفرد الجاكيت هنا. انا اللي هفرده يا ماما. ماشي يا ماما. يلا هاتي الجاكيت. هي جابت جاكيت جينز بس حلو قوي، وشكله عليها برضو حلو جدا. افتحي يا مامي. حاضر ثواني يا لولو، حاضر ثواني بس نوريهم الجاكيت. بصوا الجاكيت حلو قوي وقماشته طريه وجميل، عجبها وجابته وهو فعلا حلو قوي. افتحي يا مامي. هنفتح الجاكيت. ليه افتح الجاكيت ليه؟ كده. عايزه تحطي. طب نوريهم الدريس بعد كده نحطه جوه الجاكيت. انا اللي هوريهم الدرس. طيب ده الدرس بتاع النهارده. هاتي لانا انت مش باين حاجه لو سمحتي. بصي خليه كده. ده بقى الفستان اللي هي جايباه على الجاكيت. الفستان ما فيهوش حاجه خالص، بس قماشته هو صوف ناعم، قماشته طريه قوي. ثواني يا لولو. وهو برقبه كده برقبه ساده طويله بتتني كده. بص بقى. وهي بقى عايزه هو برقبه طويله شبه الحيوان الالي. وهي بقى ايه عايزه تجيب عليه شنطه. لسه الشنط ما جبناهاش، بس الشنط سهله يعني. اهو عايزه اعمل زي عمر اهو. هاتي يا لنا، هاتي حبيبتي، مش هتعرفي تعمليها. هاتي اهو. هما عايزين يوريكوا شكل الطقم على بعضه. بصوا بقى الطقم على بعضه بقى تحفه. بس استني يا لنا، استني يا حبيبتي عشان نبينه. طيب ثانيه واحده. اهو ده الطقم كده على بعضه. اول حاجه بقى الكلون. وجبنا عليه كولون. هات الكلون ده. لا ده اللي احنا هنلبسه. لا عايزه ده. فده الطقم على بعضه. الفستان طبعا قصير عليها يعني، وطبعا عشان انا اللي جايبه لهم اللبس كله شتوي فجبت لهم عليها كولون. انا جبت لها الكولون ده. الكلون ده كولون بس تقيل. انا شفت منه على الفيس ده. انا مش جايباه معايا، انا جايباه اونلاين. بس هو على فكره يعني تقريبا نفس السواد، بس هو الاضاءه بتاعه الشمس هي اللي محسساني ان هو الاسود بتاعه غير الاسود بتاع الفستان، بس هما الاتنين تقريبا نفس السواد. هي ده اللي هنلبسه على الطقم بتاعها. وانا كنت جايبه منه 4. جبت منه اللي هو ده اسمه كولون الغزاله، وده اسمه القطه تقريبا. انا جبت لهم 4 لان اصلا الكولونات بتنفع وبيلبسوها تحت الفساتين. فانا جبت لها هي واختها بقى 4 على بعض. ده اللي هو القطه بيبقى ده شكله اهو، منقط من هنا. وجبت لهم الاسود بتاعه برضو شبه ده، الاسود ده زي ده. وجبت لها الابيض غزاله برضو زي ده. فجبت لهم 4 كولونات. واحد هتلبسه هي مع حاجه العيد، والباقيين بقى نبقى تلبسها هي واخواتها، تبقى تلبسها هي واختها مع بعض باذن الله. فلسه بقى الكوتشي.
لا مش هينفع نفرد الكولون. يلا هاتي الكوتشي يا ليلى. حاضر يا مامي. بص بقى، وريني بص الكوتشي. الكوتشي من الجنب والحلاوة. وريني الكوتشي برضو اللي انا هي اللي مختاراه بس اونلاين. هو فيه هنا يعني بتلمع بسيط بس مش باينه في الكاميرا، بس هو كوتشي لايق جدا. كنا هنجيب بوت بس حسيت البوت مش هيبقى عملي، لان برضو انا بحب الولاد يبقوا لابسين اللبس يبقوا مرتاحين، فاقترحت عليها كوتشي. فهي كنت جايبه لها 2، واحد كان نوعه اكتف وده بوما، وقلت لها اختاري اللي انت عايزاه، فهي عجبها ده اكتر عشان هو بصراحه فعلا لايق على الطقم اكتر وشكله حلو قوي على الطقم، فهي جابت الكوتشي ده. وانا بقى هي اللي اختارته. مريحني. هو مريحها. في الجري باجي العب يعني في الكيرز اريا بتاعت النادي، بحس ان انا بجري سريع. شبه البوم. هي حاسه ان هي هترتاح فيه في اللبس، هي مريحه في رجليها. فده طقم لينا اهو الكوتشي اهو. واصلا بصوا قمشته طري. من اول ما جه طري اصلا مش بقى. هو اول ما جه عجبها اكتر وخلتني رجعت التاني وجبت ده اهو. ده كوتشي بوما بس انا كنت جايباهم كان اسعارهم حلوه قوي. فده تاني طقم لينا. خليكم مركزين بقى وفاكرين طقم لينا عشان هتشوفوا طقم لارا حاجه مختلفه تماما. يلا نشوف الطقم اللي بعده. السلام عليكم. تالت طقم لارا. جايباه من نفس المحل روز كيدز، مش كيدز روز زي ما عمر قال لي. نفس المحل اللي جبنا منه حاجه عمر. فلا استني يا لولو، خلينا نبدا بالطقم بعدين الكوتشي. انا هوريك. طيب يلا هاتي الكوتشي هنا. يلا طلعي الطقم بتاعك. حاضر. ده الطقم ده برضو لارا هي اللي مختاراه. لارا بتحب اللبس المريح والالوان يعني هي ذوقها مختلف، وزي ما قلت لكم وهي بتحب اكتر البنطلونات اكتر من الفساتين. فهي اول بنطلون. نعدله حبيبي. البنطلون حلو قوي وقماشته حلوه. قماشته حلو. مكتوب ايه يا ماما؟ مكتوب ده من 1995، من سنة 1995. بصوا هي جابت صوت على بعضها. البنطلون بتاعها اهو، ونفس برضو قماشة التيشيرت بتاع عمر اللي هي المبطنة الحلوة الطرية دي. مريح قوي في اللبس وشكله حلو عليها قوي برضو. دي هاتي يا لولو بقية الصوت. هاتي يا لولو. هاتي يا حبيبتي مش باين يا ماما. تاني حاجة ده التيشيرت. لا مش كريم. ما عشان يبان يا حبيبة ماما. ثانية واحدة. ده التيشيرت اللي عليها برضو نفس القماشة. ده شكله من قدام وده شكله من ورا. ده اختيار لارا، ماليش اي علاقة باي حاجة من اللي هم اختاروها، ده ذوقهم. وده واختارت ان هي تجيب فيست زي اخوها عليه. حلو قوي كمان ولايق على الطقم. بصوا نفس اللون. ومختارين هما الالوان. انا بجد يعني بقيت بزراير بتاع عمر بسوسته. ده بزراير اهو بس طري قوي وحلو قوي وحلو جدا عليها. وهم مختارين عايزين نفس الحركه برضو. هاتي اعملها لك هاتي. وهم اللي مختارين الالوان وهم اللي منسقينها مع بعض. فهو ثواني يا لارا. حاضر يا حبيبتي اهي عملتها لك اهي اهو. الصوت على بعضه كده حلو قوي وشكله حلو قوي على لارا. وده الطقم بتاع لارا كده مش باين يا عمر اهو. عايزه بقى توريهم الكوتشي. خدي. ايوه الكوتشي بتاع لارا برضو مختارينه نفس اللون. نفس لون الطقم حلو جدا لايق عليهم جدا. كوتشي لارا احنا جايبينه لها اكتف كمان. الطقم عليه. بصوا هو عشان خاطر بس الاضاءه بتاعت الشمس. بس بصوا نفس الدرجه بتاعت البنطلون. بس البيج مش فاتح وده مش غامق. وريني. لا ده ابيض. بصي بس الكوتشي حلو قوي عليها برضو. فالطقم كله على بعضه لايق جدا وحلو قوي قوي. وكوتشي مريحه اهم حاجه. انا زي ما قلت لكم. وده كمان طري شويه بس في تاني واحد. بصوا كمان من جوه مريحني. طيب الحمد لله. يعني برباط كمان زي اخويا. ده هي وعمر برباط ولنا بلازم. فده طقم لارا هي اللي مختاراه. ومش عشان انا جبت كوتشيهات اونلاين فهم اللي مش مختارين الكوتشيهات. انا بوريها لهم قبل ما اعمل الاوردر وهم اللي بيختاروها برضو. ايوه وهم اللي بيقولوا دي حلوه ودي وحشه. هاتي يا لارا قولوا لي بقى اكتر طقم عجبكم ايه. وقولوا لي جبت لبس العيد ولا لسه في الكومنتات. ولو عايزين تسالوا عن اي حاجه في الكومنتات اكتبوا لي وانا هرد عليكم.
واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم، انهي طقم عجبكم اكتر. وبكده يبقى الفيديو بتاع النهارده خلص، واشوفكم في فيديو جديد قريب باذن الله. سلام عليكم، باي باي. باي باي.